مريضة جات لي الصيدلية بتشتكي من تورم وكتمات بعد ما عملت فيلر في مكان تاني وبعد مدة طويلة. طبعا هي استغربت. بعد ما سألتها كام سؤال وسألت هي المستوصف اللي عملت عنده الفيلر، اكتشفنا ان المشكلة مش في الحقن نفسه. المشكلة في نوع الفيلر، كان مجرد كوزموتيك برودكت مش ميديكال ديفايس، وده بيحصل كتير للأسف. الناس تفتكر ان كل الفيلر زي بعض، لكن الحقيقة في فرق كبير. تعالوا نعرف ايه نوع الفيلر اللي تختاروه وبناء على ايه. بعد بحث وتدوير وتجارب من عملاء عجبني ديرما سيكريت جدا وقلت نتكلم عليه وليه هو. اولا فيلر ايطالي معمول في مصنع فيدا ورقم واحد في اوروبا، ومعاه السي ام اي اللي هو الاعتماد الاوروبي، ومعتمد كميديكال ديفايس كلاس 3 يعني امن ومجرب على المدى الطويل. ثانيا معمول بتقنيه السي اي تي تكنولوجي اللي بتخلي كل روابط الهيالورونيك بنفس التساوي، فيقلل امتصاص الميه او يمنعها، وده بيخلي النتيجه تدوم 9 شهور او اكثر. ثالثا انه فيه جزيئات عاليه جدا من الهيالورونيك اسيد، فده بيقلل التورم والكدمات. رابعا تنوع التركيزات والاستعمالات لكل حاله. عندك النوع الاول السوفت تركيز 21 لتوريد الشفايف والحفاظ على المظهر والهالات اللي تحت العين. النوع الثاني السترونج تركيزه 24 بيظبط الحجم او الفوليوم بتاع الشفايف. النوع الثالث الاكسترا سترونج تركيزه 26 هو الاقوى واللي يقدر يستحمل الضغط والحركه في المناطق اللي بيعالجها، من تظبيط وشكل وحجم الخدود والدق. بعد ما شرحنا لها لما المريضه راحت واستخدمته المره دي الفيلر استقر من اول اسبوع، مفيش كدمات ولا تورم والنتيجه كانت طبيعيه جدا. واخيرا اختيار نوع الفيلر ممكن يكون الفارق بين مريض راضي 100% ومريض بيرجع يشتكي. اختار الصح. وده الكيو ار كود بتاع صفحه الشركه، وهتلاقيها برضو في اول كومنت لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن المنتج وتسالهم. واخيرا الله يديم عليكم الصحه والعافيه، ولو استفدتم من المعلومه ما تنسونيش من اللايك والمتابعه، والسلام عليكم.